بتتكلم ازاي يا ابراهيم؟ انا كنت هعرف منين انك بتكذب؟ انا ما كدبتش، وعمري ما كدبت، الا اذا اعتبرنا الروج اللي انت بتحطيه ومروحك للكوافير كدب. روج ايه وكوافير ايه؟ ليه بيقولوا على البنت اللي بتحط روج او بتروح للكوافير انها بتتزوق وما بتكدبش؟ انا عملت كده. مظهري وكلامي عن خالي كان مجرد زواق، تجميل اجتماعي. انا بجمل وضع ماليش ذنب فيه. المجتمع لو عرف ظروفي مش حاسبني في حالي، لانه مصمم يعتبر ظروفي عيبة. لازم نتجمل، نتستر. تفتكر كنت هزعل لو كنت قلت لي الحقيقه؟ امال بتحاسبيني على ايه من الصبح؟ انا مش بحاسبك. كنت ما ناقشتيش الموضوع من الاول، انما للاسف لو كان فينا حد كذاب يبقى اللي كان بيتظاهر بمبادئ وافكار هو مش مصدقها ولا امن بيها في حياته. انا يا ابراهيم؟ ايوه، المشكله فيك يا خيريه. يا اما مؤمنه بافكار والدك ومتمسكه بيها، وساعتها مش هيفرق عندك اذا كنت ابن تربي ولا ابن صاحب ارض، يا اما كنت بتتظاهري بافكار ومبادئ انت مش مقتنعه بيها. انا عمري ما اتظاهرت. مع ذلك بلاش تتسرعي، خدي فرصتك. يوم، 2، اسبوع، 3، تأكدي اني هستناكي يا خيرية، عشان انا فعلا بحبك.